هو انت ازاي في 2025 ولسه مش معاكي انجليزي كويس؟ ده احنا خلاص في عصر الاي اي. الجمله دي استوقفتني بعد اول انترفيو عملته بعد التخرج. وقتها افتكرت اني اتعلمت في مدارس حكوميه وكنت بترجم كل كلمه في دماغي قبل ما اتكلم، وكنت بتكسف جدا اتكلم قدام حد عشان ما يتريقش عليا. وقتها بدات ادور على طريقه اطور بيها الانجليش بتاعي من غير تعقيد. لقيت المجموعه دي فيها اهم 5000 جمله من 80/20. المجموعه بيكون فيها الكتاب الاساسي، وده بيكون فيه اهم 5000 جمله و40 محادثه للمواضيع اللي بنستخدمها في حياتنا اليوميه، زي المناسبات، الشوبينج، السفر والارقام. وفي سيكشن مهم جدا بقى خاص بالبيزنس، ده فيه محادثات عن التفاوض، الايميل، التسعير والمبيعات وخدمه العملاء. وكمان بيكون معاه كارد بعمل سكان للكيو ار كود، فبيبقى معايا الكتاب كله متسجل بالامريكان اكسنت على جوجل درايف عشان النطق مهم جدا بالنسبه لي. بيكون معايا 10 كتيبات. فرحت جدا انه في كتاب فيهم لخريطه التعلم، وده فيه خطه يوم بيوم وبيعرفني هذاكر ايه بالظبط. وده كان مهم جدا بالنسبه لي عشان كنت بحس اني دايما تايهه وعايزه ابدا، بس انا فعلا مش عارفه ابدا منين. وفي كتاب لاهم الكلمات اللي هنحتاجهم في الانجليش. فاكره اني لازم اذاكر جرامر، والموضوع ده كان معقدني، بس لقيت انه الطريقه الصح اني احفظ جمل مش كلمات. والاشخاص متعددي اللغات المعروفين جدا في العالم بينصحوا بالطريقه دي. في كتاب عمل بلا اعذار، ده هيساعدني اخلص وانجز اي حاجه بداتها للاخر. كتاب لازاي اتقبل في الانترفيو من اول مره. وفي كتاب ذاكره ضد النسيان، ده مهم جدا ومستحيل تنسى اي حاجه ذاكرتها بعد ما تطبق اللي فيه. ده كمان ابدا رحلتك دلوقتي واطلب المجموعه من 80/20.